ذات مرة، كانت هناك امرأة تواجه العديد من المشاكل الغريبة في منزلها مع زوجها. استمرت مشاكلهم لسنوات دون أي حلول. في يوم من الأيام، انفصلت هي وزوجها، وشجبت كل السنوات المهدرة من حياتها. غالباً ما تحدثت إلى نفسها، متسائلة لماذا خلقها الله عندما بدت حياتها كلها مليئة بالمعاناة. لم تستطع تذكر يوماً سعيداً واحداً. ساءت حالتها العقلية إلى النقطة التي تفكر فيها حتى في إنهاء حياتها. ومع ذلك، فإن خوفها من عقاب الله دائماً عقد ظهرها. استمر هذا الوضع المؤلم لمدة 4 سنوات طويلة، حيث شعرت أنه ليس لديها وظيفة مستقرة، ولا زواج، ولا راحة البال. على الرغم من المشقة المستمرة، لم تفقد الأمل في الله. بدأت في الصلاة أكثر وكرست نفسها للعبادة. في يوم من الأيام، كما لو كانت معجزة إلهية، حصلت على وظيفة في مدرسة خاصة وبدأت في كسب راتب منتظم. على الرغم من أنها لم تكن سعيدة بشكل خاص مع الوظيفة نفسها، إلا أنها استخدمتها لتشتيت نفسها عن مشاكلها. ثم ذات يوم، لاحظت أحد المعلمين في المدرسة. كل يوم، بعد الانتهاء من درسها، سيذهب هذا المعلم إلى الردهة ويقرأ من القرآن. سألت المرأة، مفتونة، المعلم عما كانت تقرأه. أجاب المعلم: سورة البقرة. وأوضحت أن هذه السورة كانت معروفة بعجائب لا حصر لها، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقيها تجلب البركات والتخلي عنها تجلب الندم، والسحرة لا يستطيعون التغلب عليها. بتشجيع من هذا، عادت المرأة إلى المنزل وبدأت في قراءة سورة البقرة يومياً. واصلت هذا الروتين لمدة 2 شهرين على التوالي، ثم حدث شيء لا يصدق. بدأت حياتها تتغير للأفضل. شعرت بالسعادة والسلام العقلي والبركات. وعينت في وضع أفضل، وحصلت على راتب شهري مناسب لاحتياجاتها. حتى زوجها عاد إليها، وعدوا معا. حياتهم مشبعة في روتين سلمي وسعيد، حتى أن المرأة أقنعت زوجها بالبدء في قراءة سورة البقرة أيضا. استمرت حياتهم في التحسن، لقد بدأ أيضا في الكسب بشكل جيد، وحصل على سيارة، واشروا منزلا كبيرا، حيث خططوا للعيش بسعادة من أي وقت مضى.